السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجوزاء، حبايب برج الجوزاء، وهتكلم معاكم عن تأثيرات خطيرة جدا للمريخ والزهرة والتحرك المنتظر لتلك الكواكب خلال يوم 9 ويوم 12. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن قبل ما ابدا كده، الناس اللي بتتابعنا يا جماعه، دي قناتي التانية. انا عندي القناه الاولى بتاعتي، دي القناه التانية بتاعتي برضو، لكن بشرح فيها تفصيليا لامور ما بشرحهاش في قناته الاولى. يعني دي يعتبر مكمله كده للقناه الاولى ليا. ادعمونا بالاشتراك لو حابين ان انتوا تشوفونا تاني. اللي عايز قراءه خاصه، طبعا دايما انا بتكلم عن القراءات الخاصه، تابعوني لاخر حلقه، لكن انا بكشف لك طبعا كل شيء، والرقم مكتوب على عنوان الحلقه. ايه اللي ممكن يحصل معاكم خلال المرحله القادمه يوم 9 ويوم 12 والتحركات الكوكبيه المنتظره؟ 5 نقاط مصيريه، 5 امور مصيريه هتحدث، سواء في الفكر او في الامور التي من الممكن ان تستجد معكم قبل دخول يوم 9. المرحله اللي انتوا بتعيشوا فيها حاليا وانتوا بتتفرجوا عليا، لو انتوا بتتفرجوا على الحلقه قبل يوم 9، وجود عطارد وانتقاله الى برج مهم جدا بالنسبه لكم، وبرج رائع هو برج الميزان. وهذا التحرك الرائع في البرج الصديق يعطيك التمرد والتفرد، وايضا يعطيك جمال، يعطيك اناقه، شياكه، يعطيك امل في ان ممكن يحدث تغيير، وعندك افكار تقدميه، وعندك تمرد كبير. الكثيرين من ابناء برج الجوزاء بيمروا بمرحله نقاهه لتعب ولمشاكل، خاصه من مروا بمشاكل خلال الفتره. بدايه من يوم 9 يحدث امور ومستجدات، بدايه بانتقال الزهره الى بيتك المهم الرابع، وهو بيت مهم جدا، وهنقول عليه بيت صعب، لان البيت الرابع ده بيت نوعا ما بالنسبه لك مواجهات مع المقربين، يعني مشاعرك مع شريك الحياه، الشركاء في العمل، لو في المواجهات اللي ممكن تقابلها. فانتقال الزهره الى هذا البيت يجعل منك امور كثيره تبدا معكم، ايضا بانتقال العقرب الى بيتك السادس، بيت العمل. اول نقطه معانا هتحدث معكم خلال الفتره هي عقليات جديده تبدا مع الكثيرين، وانتماءات تتغير للابد. يعني عقليه جديده هيتمكن منك كده، عقليه جديده وانتماءات تتغير للابد. دي اول نقطه معانا. يعني ايه انتماءات تتغير؟ الانتماءات دي كلمه مطاطه شويه. طب ليه انا بقولها كده مطاطيه؟ لان كل شخص من ابناء برج الجوزاء له حياته وله انتمائه، كل واحد ليه ديانته وليه حياته، وحتى كل شيء مختلف على مستوى العالم. لذلك فالفتره يحدث فيها عقليه جديده منفتحه اكثر، انتماء يتغير، والبعض منكم يبدأ انتماء جديد أو طريق جديد. والانتماء ممكن يتمثل في علاقة عاطفية، ممكن يتمثل في عمل ما، ممكن يتمثل في اعتناق فكرة ما أو منهج في حياته. الكثيرين يحدث معهم انقلاب كبير جدا في الانتماءات، خاصة اللي كان يشعر او كان في مشكله في انتمائه اساسا، او في اي حاجه هو بيعملها، سواء كان في علاقه او في اي شيء، وللابد. ده عنوان المرحله، هو تغيير ابدي اللي هو مفيش رجوع. نقطه تانية هي مرحله العمليات وتحسين الصحه. يعني الكثيرين في مرحله بامر الله الشفاء وبدايه الانفراج للازمات الصحيه، ودي نقطة يعني بفرح بيها الكثيرين بأمر لا انفراج على مستوى الصحة، انفراج على مستوى، لكن على النقيض يحدث هيجي لك جرس انذار، جرس انذار بأمر عارض انت مش اخد بالك منه او كنت بتهمله. وانا بشوف ان ده امر صحي، يعني هو حاجة كده ممكن تحصل لو انت مهمل في صحتك في امر ما. هيجي لك كده جرس انذار علشان تلحق نفسك، يعني فترة حظ حتى لو كان بجرس الانذار، لكن هي مرحلة من المراحل اللي هتهتم بيها بصحتك. ثالث نقطة معانا
هي فكر السفر رهيب يجتاح الكثيرين بجميع أشكاله، سفر للعمل، سفر للهجرة. هتلاقي فكر السفر والسعي والنجاح في ده يجتاح الكثيرين. مرحلة من أهم المراحل اللي يحدث فيها تلك الفكرة ويحدث فيها هذا، فكرة السفر، فكرة التنقل، فكرة الترحال، فكرة تغيير المكان، تغيير العتبة. هي مرحلة من المراحل الرائعة والتي تناسب الجميع من أبناء برج الجوزاء في التنقل والانتقال من مكان لآخر. فترة مهمة جدا. نقطة أخرى، بداية علاقات ونهاية علاقات أخرى. دي سمة المرحلة أو سمة من سمات المرحلة، بداية علاقات ونهاية لعلاقات أخرى لا تناسبك. دي نقطة مهمة جدا طبعا، وبيعاني منها الكثيرين من أبناء برج الجوزاء، لكن هتحدث نهاية علاقات، بداية علاقات أخرى التي تناسبك، ووضع نفسك في المكانة الصحيحة، وهكون أفكارك كده صريحة. يعني المرحلة لن تتنازل عن وجودك في مكان يناسبك. آخر نقطة معانا خلية نحل. هتكون في خلية نحل ومرحلة صاخبة لن تستطيع إيقاف المستجدات، ومرحلة من المراحل اللي هيبقى فيها هنقول تحركات كبيرة جدا بلا وقفة، والمرحلة ستكون مزدحمة جدا. يسلط الضوء على المال والعمل، يسلط الضوء على كيفية التعامل مع الآخرين، يسلط الضوء على الشراكات وعلاقاتك مع الأهل والمقربين. وأيضا هي مرحلة مزدحمة جدا لتظبيط كل شيء، لكن العمل بشرة خير. العمل والصحة بشرة خسائر العمل، فعندكم انفراجة في الأعمال، نجاح كبير، انتقال ونجاح في الانتقال من مكان لآخر، فترة صاخبة. إذن مرحلة لن تقف فيها وأنت هنقول مغلول الأيدي، أو إن أنت مربط من الآخر يعني، لا، مش هترضى بده. هيحدث خلال فترة خلية نحل، هتكون أنت في خلية نحل كده. فكر السفر الرهيب يجتاح الكثيرين وهيبدأوا جديا في ده. بداية لعلاقات ونهاية لعلاقات أخرى، ومرحلة فيها الصحة تتحسن كثيرا، وعقليات وانتماءات تتغير للأبد بدون رجعة. طبعا الكثيرين هيمروا بتلك الطاقة وتلك التغييرات، لكن عليكم استغلالها في المكان المناسب، وببشركم بالخير بأمر الله. هاي التاني التنويه. الناس يا جماعة اللي بتتابعنا، دي قناتي التانية. طبعا دي قناتي التانية بشرح فيها كده للتحركات الكوكبية بطريقة تفصيلية أكتر. القناة الأولى طبعا بشرح فيها كل شيء عن كل يوم وكل 5 أيام وكل أسبوع وكل شهر. يعني ادعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس. اللي عايز قراءة خاصة كاتب رقم القراءات على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجوزاء جميع الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.